على ايش ندمت؟ أنا ندمت لأنه أنا بعته أكثر من جوال. بعته شغلات كتير. وكان دائما بيتصل فيا وبقول لي إذا في حواليك جوالات هات، وبعته تقريبا ما يقارب فوق 20 جوال. بس أنا بدي الكلام هذا ما يطلعش، يكون الكلام بيننا. وأنا بوعدك مثل ما أنت وعدتني إنك هتخليني أطلع بأمان، أنا بوعدك كمان إني ما راح أمد إيدي على أي شغلة لو مهما كان الثمن. وأنا لليوم تعلمت منك درس ما راح أنساه طول العمر. طيب وأنا كيف بدي أصدق هذا الكلام؟ شوف، أنا بدي أصدقك، وأنا بقول لك أنا عند حسن ظنك بي. أنا عند حسن ظنك بي. يعني المعلومات اللي اديتنا إياها أكيدة؟ معلومات أكيدة. مصطفى تروح لي، طيب خليها بعدين، بتروح لي على السرايا فورا، في محل اسمه يا هلا، صحيح، وفي بني آدم هذا صاحب المحل بيقولوا له أبو محمد ولقبه تمساح، بتجيب لي إياه فورا. يلا بستناك، سلام. ادعي ربك انه الجوال يرجع والمعلومات اللي فيه ترجع، لانه صدقني قسما بالله اذا وقعت انا نفسي مش حقدر انشلك من الوقع. انت اعطيتني وعد. انا اعطيتك وعد اذا رجع الجوال. مين غيري دخلت داره في الحارة وسرقت مني؟ دخلت دور كتير. منهم؟ ما بعرفش العائلات الأسماء، بس أي دار كنت أشوفها كانت مستهدفة بالنسبة إلي، إني أفوت فيها وأسرق، وقد ما أقدر ألم من المال، قد ما أقدر أبيع وألم. ولميت مصاري كتير أزرق، بس صدقني إنه ما حسيتش فيه البركة. ما حسيتش بركة فيه؟ إشي طبيعي ما تحسش فيه بركة. لما الناس تسيب دورها وتطلع تيجي على الجاهز هيك تكسر حرمة البيت وتدخل وتسرق تنهب، طبيعي ما تحصلش على بركة فيها. زمان قالوها أجدادنا، المصاري ببركتها مش بكترها. أنا شغلة واحدة اللي مخليني إني أمشي معك، لو واحد تاني كان الطريقة غير الطريقة هذه، إني سألت عنك وعندك أولاد وإلك ابن مريض، أوكي أنا هخلي الشباب أوصيهم يجيبوا لك أكل، وعلى الله يثمر فيك. أنا أي شيء خلاني أعمل زي